لما تخالط بشاشته إذا تمكن الإيمان في القلب لو تجيب قوة الدنيا ما تستطيع أن تحرك فيه شيء. قبل الأمس بعض الشباب اللي جاءوا الدفعة الأخيرة من جوانتنامو اللي أمر الأمير نايف جزاه الله خير بإخراجهم يتعيدون مع أهلهم عسى الله لا يحرمهم الأجر والثواب، ذهبت وزرت بعضهم، يعني سيرت عليهم وعايد عليهم في العيد. قلت يا شباب أعطوني بعض ما تشاهدونه هناك وما تلاحظونه. والله يا جماعة إن صور العزة، لاحظ واحد مسجون 6 سنوات في مكان لو تسجد فيه يمكن حيوان، قامت عليك جمعيات الرفق بالحيوان واعترضت عليك وهم أوادم مسجونين فيه. ذكروا لي أعاجيب، قالوا يا شيخ واحد من الشباب أدخل للتحقيق، يقولوا كانوا يريدون من أخ يمني وكانوا يريدون من أن يصبح عميلا لهم، يحاولون يقنعونه رافض. يقول دخلوه فإذا الطاولة مليئة برزم الدولارات لم يلتفت إليه، قالوا هذه كلها لك أنت بس وافق وتعاون معنا، قال لو تحبون السماء. طبعا هم قد ضربوه واشتغلوا فيه وعين. يقول فطلعوا وأرسلوا إليه إحدى البغايا فدخلت عليه. يقول فيهم شاف فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نزل راسه. حدثني أحد الشباب اللي توهم جايين ما كملوا شهر، يقول فأخذت تدور حوله وتحاول أن تثيره ببعض الحركات والأمور. يقول فنزل راسه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طبعا الرجل مقيد واللي ممكن يقوم يضرب لكنه مقيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجعلت المرأة تقترب وتعمل له بعض الأمور. يقول فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا تقول يقرأ على جني ولوا على أدبارهم نفورا ولوا على أدباره، وجعل يرتل الآية وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. يقول والله ما قراها يمكن 5 أو 6 مرات إلا صاحت على صوتها وهربت من بين يديه. شو سبحان الله يا أخي، لما تتعامل مع هالعزة ورجل تعرض أمامها الأموال تعلم أن هذا الدين إذا تمكن من القلب وخالطت بشاشته القلوب والله لو تأتي قوة الدنيا لأجل أنها تحرك الشعر عن هذا القلب ما تستطيع.